احمد عمران المختفي تماما يعود بهدف غالي جدا 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 للجونة، ويرد على الكل، احمد عمران، ويقول انا لعيب اوروبي. وبالفعل لسه بقول لحضراتكم لعيب عنده امكانيات كويسة جدا، بنيان قوي، مهارة عالية، وادي الابتسامة على الجهاز الفني للجونة، وادي الركنية على طول، وادي رأسية احمد عمران. وفي الزمان والمكان، في الزمان والمكان يفحص زوايا احمد حسين عشان يبقى التقدم للجونة في الهدف الصدمة، هدف الصدمة للمصري، والنتيجة الآن 1-0 للجونة. احمد عمران وادي الارتقاء ايه وبنيان ايه. احمد عمران ما شاء الله عليه. ادي الكرة اللي فاتت، وادي مؤمن زكريا، وادي التدخل، وادي يعني فيها شك كبير، فيها شك. وايدي شريف رضا، البديل شريف رضا، فيها شك كبير في التدخل مع مؤمن زكريا، وضرب الجزاء على طول. ما اقدرش اقول انها ضربة جزاء ولا لا، مش باينه تماما، ومادام مش باينه لينا وفيها شك يبقى الحكم هو الصح. طبعا هنتابع الحالات التحكيميه في استاد مصر. وادي كابتن رضا البلتاجي، وادي الكرة اللي فاتت، وادي فيها شك، يعني ايدين شريف رضا فيها كلام كتير ليه وعليه. الياسو المتخصص، الياسو، حوار صعب ومواجهة وجها لوجه ما بين الياسو ومحمد عبد المنصف، امال التعادل وامال بورسعيد في اقدام الياسو. ولكن هو هادي الياسو، يعني عملها قبل كده ولكن مش كل مرة. الياسو وعبد المنصف، وضربة جزاء هتغير شكل اللقاء تماما. وادي الياسو، وهدف هدف الياسو عملها. الياسو صحح الاوضاع، الياسو يتعادل للنادي المصري مرة اخرى، وينتفض جمهور بورسعيد مع هدف وضربة جزاء الياسو. يتعادل الياسو مرة اخرى، وتعود الحياة وتعود البسمة لجمهور بورسعيد المتنفس لكرة القدم مرة اخرى. وادي على طول حطها في نص الجون، حطها قوية، حطها في الشباك. محتاجة اعصاب هادية، وهو اعصابه في ثلاجة الياسو.